لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده طبعا أنا في واحد من بيوت حي الفردوس. البيت ده كان فيه قناص تابع للديمقراطيين الجنجويد. ده الفارق بتاعه، ده الفارق، فارق المحل كله مليان فارق بالآلاف. ده الفارق بتاعه. تمام. الزول ده من يجي يقعد هنا عنده مهمتين بعمله. من يجي يقعد هنا عنده مهمتين بجي بقعد وبعملهم. المهمة الأولى، شوف ده علب السجاير، سجاير أحمر ومعاه ورق اللي بيلفوا بيه السجاير البونجو ده، سجاير أخضر. تمام. ده الكوباية دي ريحتها عرقي من دخلت المحل ده. الكوباية دي بس ريحتها عرقي. عنده دي الخطوة الأولى اللي بعملها. بقوم شنو؟ بملى راسه فل. الشيء التاني بقوم باخد المواجهة دي، شفتها؟ الشارع ده طلع الماسورة بتاعت البندقية بجاي وبكون قاعد. الشارع ده الشارع البودي لمسجد أنصار السنة عديل. الشارع ده لا فيه عسكري جيش ولا فيه موقع عسكري. تمام. الشارع ده لما القناص ده جاء ما كان فيه إلا مركز إيواء مسجد أنصار السنة المحمدية. دي الناس اللي كانوا قاعدين هنا. فدائما كان بنشوف في الفيس لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى في فلان الفلاني بمسجد أنصار السنة بطلقة طايشة. طلقة ما طايشة، طلقة مارقة من هنا. شفتها؟ ده القناص بتاعه. ده القناص قتل ناس كتار نازحين قلابة لا عندهم حول ولا قوة. دي المهمة القاعد عشانها هنا. دي ديمقراطيتهم، وعند الله تجتمع الخصوم.